دي يا عم الأوراق اللي فيها أسامي الناس، أسامي أمهاتهم حمدية مش عارف مين كده، الأوراق اللي بنلاقيها في الكنيسة. يعني ليه بقى الكلام ده؟ ليه الصور دي والورق ده؟ ليه الورق بتاع الأسعار والحاجات دي؟ مش عارف يعني. حسبي الله ونعم الوكيل. لما يكون جوه كل أسامي واحد مسلم مكتوبة، حتى الناس اللي توفيت وعملوا بسم الله لا إله إلا الله. هادي يا عم، هادي يا عم، كاتبين أعمال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أهو إيه رأيك يا سيدنا؟ ما تدريش. طلعوا يا خدام طلعوا يا خدام الآيات الكريمة يجلب وتهيج نبات حواء وتهيج في وجه ما لا مش عارف ايه، فهي بحق الملوك السفلية والعلوية وخدام الأسبوع إن لله وإنا إليه راجعون. حد يقول بقى ده؟ ايه ده بقى؟ ايه ده؟ تولوا يا خدام الآيات. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ بيستعينوا بالجن عشان يفعل أفعال سحرية للناس، وحاطين أسامي الناس وكاتبين قدام كل واحد مسلسل، وحاطين المسلسل ده في كتاب إن لله وإنا إليه راجعون. إن الله. فالورق بيرجع لمقام سنة 80. الكنيسة مبنية سنة 90، يعني قبل الكنيسة ما تبنى على الأقل ب10 سنين. فكيف يا فضيلة الشيخ تحكم دون أن تتحرى أو تبحث؟ الورق بيرجع لمقام سنة 80. الورق بيرجع لمقام سنة 80. يا ابني ده الورق اللي موجود فيه أسماء ناس مسلمين، ده ورق بيجي لنا بنحطه على المذبح ونرفع صلاة من أجل المسلمين. كل الأسماء اللي شفتها احنا بنرفع صلاة لربنا من أجلها. بس انت مش فاهم، انت مش فاهم. الورق بيرجع لمقام سنة 80. كل الأسماء اللي شفتها احنا بنرفع صلاة لربنا من أجلها. بس انت مش فاهم، انت مش فاهم. لما يجي يقول لي زجاجات خمر، احنا عندنا طقوس معينة. ايه الطقوس المعينة؟ احنا عندنا بنجيب كمية خمر، بنجيب كمية خمر، بنجيب كمية خمر، نبيت بنصنعها احنا في الكنائس. ايوه يعني اللي هي التناول. ايوه فبنصلي عليها وبنؤمن انها تتحول دماء المسيح. ايوه معلقة زي القلم كده مبططة، نروح مغمس كده منها ونناول. عارفين؟ لا طبعا عارفين، دي طقوسكم. ايوه دينية. لكن الجاز قد يفهم المسلم. لا 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 لا. في كمان واحد اسمه الشيخ محمد احمد ابو الدهب، طلع في قناة في 10 مساء كويس في دين، وقال دخلنا الكنيسة لقينا فيها زجاجات خمر وملابس داخلية او ملابس حريم. معانا دلوقتي ابونا القسطي ابونا بلمون يقيم راعي كنيسة الشهيدين ماريمينا وماري جرجس بقرية سول. سامحني يا ابونا، جزئية الملابس وجزئية الخمور والسحر، يعني رد قصتك عليها كان ايه؟ جزئية الملابس احنا بنجهز عرايس في الكنيسة، بنجهز عرايس في الكنيسة، فبالضرورة بيكون في ملابس. الشيخ محمد حسان هو عمل إثارة جديدة، ازاي تتهم كنيستنا بهذا الباطل. قرار ضدهم لأن هناك قتلى بين الأقباط برصاص حسب مصادر. للأسف الشديد تم إطلاق النار، ونحن نتهم الجيش الذي أطلق النار أو على الأقل لم يحمي الأقباط في مصر، وترك المتشددين بالآلاف يهاجمون الأقباط، وقد تم قتل 10 من الأقباط وأكثر من 120 جرحى، وتم منع سيارات الإطفاء من الوصول إلى الأماكن التي لنفهم جيدا سيد نجيب ما تقولون. أنتم تتهمون الجيش بإطلاق النار على الأقباط؟ أيوة، هو أطلق النار على في الهواء، ربما تكون قد أصابت الأقباط، ولكن أتهم الجيش اتهاما مباشرا أنه تقاعس ولم يتمكن من إدخال سيارات الإسعاف إلى الأماكن التي حدثت فيها إطلاق النيران والإصابات والقتلى، وأيضا سيارات الإطفاء منعت. الثورة في كل شيء في مصر الآن ثوبا دينيا، تجد إطلاق النار في كل مكان، الأديرة تم عليها إطلاق النار، الكنائس تم عليها اطلاق النار وهدمت، ايضا المسيحيون في كل مكان الان في مصر يطلق عليهم النار. الان نحن نتخوف، والمسيحيون في ذعر شديد. سيد نجيب، اليوم 10 قتلى. سيد نجيب اخر سؤال.